السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه اخواتي الغاليين عليا؟ هعمل معاكم روتين حلو النهاردة، يا رب كده يعجبكم. هنشوف بقى ايه هنعمل اكلة حلوة النهاردة للعيال. كنت جاية من الشغل كده على السريع، وكنا بعد ما ايه الكلام راح يا ولاد. بعد ما جيت من الشغل قمت قايله هعمل ايه بقى على السريع كده. العيال قالوا لي يا ماما احنا عايزين ناكل كريب، إيه تغيير. فبعدين فرمنا بصلتين كده حلوين، وحطينا يا دوب بس هنصفر البصلة كده في شوية زيت ومعلقة سمنة، شوية زيت مش كتير يعني، الزيت غالي والدنيا غالية يا ولاد، بس الدنيا غالية مش أغلى منكم والله. هنصفر بس البصلة كده، وبعدين قطعنا قرنين فلفل، اللي هو الأخضر المكبب، وبعدين قرنين فلفل، قرن واحد فلفل اللي هو الحامي، علشان احنا بنحب الحاجة الحامية، او بصراحة بنحب الأكل الحراق. بس احنا بقى ايه الفترة دي تعبانين، والقولون عندنا بعافيتين تلاتة كده شوية. حطينا بعد ما البصلة بتاعتي اصفرت، حطينا عليها الفلفل، ويدوب كله بس كده يدبل كده في بعضه. وبعدين هنمسك بقى ايه نعصج اللحمة. اللي انا بعمله ده بقى ايه, إيه الحشوة اللي احنا هنحطها هنعمل بها الكريب. فانتي بقى احشي الكريب بأي حاجة بقى انت عايزاها، يعني اي حاجة موجودة عندك بواقي في التلاجة ممكن تحشيها. يعني لو عندك صدر فرخة بايت امسكيه قطعيه واعمليه بنفس الطريقة دي كده، وعصجيه تاني يعني، واعمليه بنفس الطريقة كده مع الفلفل والبصل والطماطم، والبهارات بقى بتاعتك وكده، ومكعب مرقة هيبقى حلو قوي بصراحة. عشان انا اكتر الايام بعمل فرخة والله، والعيال مش بياكلوها، يعني مش بيقدروا يخلصوها في يوم واحد. فبيبقى عندي بواقي من الصدر، بواقي من الورك، اي بواقي بقى فراخ، فبقوم عاملاها بقى كده. او لو انت عايزة تعملها بقى كوكي فيجيتار وكده وتحمرها وتحطها بردك في الكريب، بصي اي حاجة واي بواقي عندك الكريب بيلمه بصراحة. انا هنا بقى حطيت عصقت اللحمه بتاعتي، وبعدين حطيت بقى البهارات ملح وفلفل وحبهان مطحون. وبعدين حطيت ايه تاني، حطيت برضو كنت جايبه كيس اللي هو بهارات الكفته، بيبقى حلو اوي بصراحه، وبيبقى حلو في تعصيج اي لحمه يعني. جبت بقى هنا العيش الكريب طبعا جايباه جاهز. فهنا بقى عمالة كده بفكهم من بعضه، وبصوا بيحبوا بعض بطريقة رهيبة. مش عايز يطلع من بعض خالص. اهو قعدت اقول له، يقول لي سيب وانا اسيب. المهم طلعت كده واحد بطلوع الروح. فجيت بقى الفه، فنسيت بصراحة الطريقة بتتلف ازاي، عشان انا كنت لسه جاية من الشغل وكنت متفرهدة بقى. يا دوب ان انا عملت عصقت كده اللحمة، وعملت شوية حاجات كده في الحلويات. اه شايفين انا خلقي ضيق قوي يا ولاد. ممكن ابص وخلاص يعني اوصل للمرحلة دي واقول لهم بقى كملت، كفاية عليا كده مش عايزة اكل. ما انت لازم بقى تحبي نفسك وتدلعيها، وتحبي كرشك وتدلعيه. المهم بقى ايه، صلى على النبي يا ولاد. لو وصلت لغاية هنا من الفيديو صلى على النبي كده في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة تحسن بها الأخلاق، وترفع بها المشاق، وتحسن بها الأرزاق، برحمتك يا عزيز يا خلاق. آه هنا بقى ايه ست البنات بقى ام زياد، حطيت الحشوة بتاعتي وجيت الف، نسيت اللفة بصراحة ازاي. انتوا عارفين انا آه في الطراوة خالص يعني، بنسى في ثانية. المهم انا قمت لفاها كده زي السندوتش اي حاجة، وبنوتة قالت لي بس عندك كفاية كده، احنا بص متشكرين لخدماتك، اركني انتي على جنب كده يا اسطى، انا هكمل انا الكريم. صح الصح. اه. كان حلو السكر. اه. المهم بقى ايه، قامت جايبه بقى رغيف الكريب، وقامت ماسكه تانية كده نصين، قمت قايله لها ايوه 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 هو بيتلف كده، انا عارفه بس انا بس اللي بستعب. المهم لفيته بسم الله ما شاء الله زي العسل فل. ده طول لفة. اه إيه لفينا واحد وادي التاني، عمالة برضك يعني، بصوا الكريباية بتحب اختها موت، لازقة فيها.
ومش عايزة تسيبها ابدا. سيب وانا سيب، بس بسم الله ما شاء الله. كان شوفوا ده اصلا النوع ده نضيف، ومحطوط بين كل طبقة وطبقة كده حاجة بلاستيك يعني، وعشان ما يلزقش ببعض يعني وكده. حطينا هنعمل بقى، عملنا اول واحد وتاني واحد، وهنكمل بقى نحشي كده واحنا عمالين بندردش كده مع بعض. ربنا ربي يخليكم ليا بجد، انتوا اخواتي ومالين عليا حياتي. ربنا يخليكم ليا يا رب ويديم المحبة بينا في الله. بس بالله عليكم لو وصلت لغاية هنا من الفيديو حطوا لايك واعملوا مشاهدة كاملة للفيديو. وسيبولي تعليق كده حلو منكم. ربنا يا رب يسعدكم يا رب، ويروق بالكم ويكبر خواطركم، امين يا رب العالمين. ولو وصلت لغاية هنا من الفيديو دعوة حلوة من قلبكم كده لماما، لان هي تعبانة شوية وفي المستشفى وكده. ربنا يشفيها يا رب، اللهم امين، ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين. احنا الحمد لله في نعمة، في نعمة بجد والله يا أولاد. بصوا اعملوا اللي يمليه عليكم ضميركم، وامشوا بما يرضي الله، وسيبوا كل حاجة على ربنا سبحانه وتعالى. المهم بقى بنلف الكريب. بصوا لفة يعني، لفة دكتور بصراحة. اهو دلعني يعني، بنوتي بتعامل الكريب احسن ما بتعامل احلى حاجة في حياتها. نقعد بقى نلف الكريب اهو. خلصنا بقى الكريب، هي بقى بتكمل لف، وانا قمت جايبه الصينيه بتاعتي دي، ودورت بصراحه انا عندي طاسه تيفال كبيره عينها للكريب وكده، عشان انا ببقى اعمل عجينه الكريب في البيت. فكسلت ادور عليها، انتوا عارفين ان انا كساليه ومش بحب افرهد نفسي وكده. ولو سامعين صوت زياد ابني في الفيديو وهو بيغني ادعموه، لان بصراحة صوته يعني بصوا زبالة. سوسو بتضحك عليه. المهم عملنا الكريب وقلبناه من الجهادي للجهادي، وعمالة بقى سوسو تقول لي اما سيب وانا اللي هطلع واقلب. شوفوا عمالة بصوا بتعذب بتعذب الكريب والله. يمين عمالة اقول لها يا بنت سيبها ما يحمر مرة واحدة، عمالة برضك بتقلب يمين وشمال وشمال ويمين، وعمالة اتخانق بقى معاها، وهاخد البتاع منها دلوقتي. اهو بتدهني بس الصينية زيت، وتحطي بقى فيها الكريب هما يحمر من جهة. طبعا هو العجينة بتاعته رقيقة جدا، بتستوى بسرعة يعني. والصاج الحشوة اللي احنا عاملينها هي اساسا مستوية. شايفين اللون ده بقى تحفة. وعايزة اقول لكم بقى صوت القرمشة روعة، والريحة بقى ما اقولكوش يا ولاد. ريحة السمنة البلدي بقى، معلقة السمنة البلدي اللي انا حطاها في الصينية تحت دي قلبة الدنيا بصراحة. ألف هنا وشفا يا رب كده على قلوبنا وقلوبكم، ياربكم معاه والله كنا ناكل سوا يا ولاد. ربنا يديم علينا نعم يا رب، ويحفظنا من الزوال، اللهم آمين يا رب العالمين. بس